بداية الحكاية بنشوف ولد اسمه هيلم، كان عايش لوحده ومكتئب بعد موت أمه من سنتين. أمه ماتت غرقانة في البحيرة اللي جنب بيتهم، لكن هو كان مقتنع إن مرات أبوه الجديدة هي اللي قتلتها، وإن أبوه ساعدها في ده. كانت سكرتيرة أبوه، وأبوه اتجوزها بعد ما أمه ماتت على طول. علاقة هيلم بأبوه ما كانتش كويسة، وما كانش طايق يعيش معاهم. عشان كده كان بيقضي طول اليوم في بيت شجرة في الغابة قريب من البيت، وهناك كانت عنده عادة إنه يتجسس على الناس اللي بتيجي الغابة بالمنظار، ويكتب اللي بيشوفه في مذكراته جنب كلامه عن أفكاره ومشاعره. في يوم مرات أبوه لقت المذكرات بتاعته وقرتها. اتفاجأت لما لقت إنه بيوصف الناس اللي بيتجسس عليها، وكمان لقت إنه بيشكر في جمالها. بعد ما عرفت كده راحت له بيت الشجرة وحاولت تغريه. هيلم ما قدرش يسيطر على نفسه، وحصلت بينهم علاقة. بعدها استغلت الموقف ده عشان تبتزه وتخليه يسافر لمدينة تانية عشان ما يقدرش يوقع بينها وبين أبوه. هيلم وصل للمدينة الجديدة وهو لوحده، لا معاه فلوس ولا مكان ياكل أو ينام فيه. اضطر يقضي أول ليلة وهو جعان على سطح مبنى. الصبح شاف ست في الشارع اسمها كيت. أول ما شافها افتكرها أمه من كتر ما هي شبهها. فضل يتابعها لحد ما دخلت فندق وعرف إنها المديرة بتاعته. هيلم راح لها وسألها لو في شغل. كيت سألته كذا سؤال وبعدين وافقت تشغله في المطبخ بتاع الفندق. هيلم كان محتاج الشغل ده جدا واشتغل بكل طاقة، والحقيقة هو استمتع بالشغل. بعد ما الشغل خلص هيلم بدأ يتجسس على كيت. فضل يراقب كل تحركاتها، فين بتروح وبتعمل ايه، لحد ما عرف بيتها. كان بيعمل كده لأنه كان معجب بيها. في يوم كيت ما جاتش الشغل وخرجت من البيت، فهيلم استغل الفرصة ودخل بيتها. لما بص من الشباك شاف برج الساعة اللي قدام بيتها، وفهم إن بيتها باين كويس من برج الساعة، وده المكان اللي هو شغال فيه. في اللحظة دي كيت رجعت البيت، فهيلم نط من الشباك على السطح بتاع البيت وبدأ يتجسس عليها من فتحة السطح الزجاجية. اليوم اللي بعده هيلم ساب الأوضة الصغيرة اللي كان بينام فيها في الفندق وراح عمل لنفسه بيت في برج الساعة، لأنه كده هيقدر يراقب كيت بالمنظار بسهولة. من وقتها هو بيراقبها كل يوم وهي بترقص أو بتشتغل. في يوم هيلم وهو بيراقب كيت من برج الساعة شاف إن مديرها في الفندق جه لبيتها. اليوم التاني وهو هيلم كان طالع على السلالم عشان يروح برج الساعة، المدير بتاعه اللي شافه مع كيت بالليل وقفوه وهو غضبان وقال له ما تطلعش فوق، المكان ده للمديرين الكبار بس. بعدها هيلم كان شغال في المطبخ وكيت جت عنده سألته الشغل عاجبه ولا لأ. هيلم قال لها إنه مبسوط بيه وده خلاها تفرح. بالليل هيلم راح على سطح بيت كيت ومن فتحة السقف شافها مع مديرها تاني. استخبى عشان يسمع كلامهم وعرف إن المدير ده متجوز وعنده طفلين، يعني هو وكيت بينهم علاقة. هيلم حس بإحساس وحش قوي. هيلم رجع برج الساعة اللي عايش فيه في السر. لما شاف كيت ومديرها افتكر أمه، افتكر إن أبوه ومراته الجديدة كانت بينهم علاقة زمان، وإن أمه لما عرفت ممكن تكون راحت تقابل مرات أبوه اللي قتلتها عشان تقدر تعيش مع أبوه. هنا هيلم بقى متأكد إن أبوه ومرات أبوه قتلوا أمه سوا. هيلم راح على قسم الشرطة وفتح قضية يتهم فيها مرات أبوه بقتل أمه، وقال للضابط إن أبوه مش راضي يساعده. تاني يوم كيت ندهت على هيلم في مكتبها وعرضت عليه يشتغل في الاستقبال بتاع الفندق. هيلم وافق وبدأ الشغل وعجبه جدا وبقى عنده صديق. في يوم هيلم كان بيراقب كيت من برج الساعة ومديره شافه وفهم إنه بيتجسس على كيت من هناك. المدير غضب وهدده إنه هيبلغ عنه الشرطة ويطرده من الشغل، بس هيلم قال له إنه عارف كل حاجة عن علاقته بكيت وحاول يبتزه. المدير مرضيش يطرده وقرروا إنهم يخبوا أسرارهم. اليوم اللي بعده هيلم كان في الشغل وكيت جت عنده وقالت له عيد ميلاد سعيد لأنه كان تم 19 سنة. صاحبه اللي معاه في الشغل عرف وطلب منه حفلة. كيت كمان شجعته يحتفل وخططوا يروحوا بار بالليل هيلم وصاحبه كيت كانوا في البار وبيشربوا. صاحب هيلم سكر زيادة وروح، لكن هيلم وكيت فضلوا يشربوا ويتكلموا. بعد وقت طويل كيت أخدت هيلم لبيتها. كيت كانت سكرانة وحاولت تقرب من هيلم،
بس هو ما كانش مستعد. الاتنين راحوا يناموا من غير ما يحصل حاجة. هيلم نام جنب كيت وفكر إنه نايم جنب البنت اللي كان بيتجسس عليها، وده خلاه مبسوط جدا. تاني يوم هيلم راح الشغل وراح على طول لكيت وطلب منها يخرجوا سوا، بس هي رفضت وقالت له ينسى اللي عملته بالليل لأنه كان بسبب السكر. هيلم زعل ومشي من عندها. بعد شوية هيلم راح على أوضة في الفندق تقرب منه، والاتنين بقوا قريبين من بعض. هيلم كان حاسس إنه مبسوط مع كيت، وهي كمان كانت مبسوطة معاه. في يوم هيلم طلع سطح بيت كيت عشان يراقبها، لقاها بتتخانق مع مديرها. المدير كان بيزعق ليها بغضب وحاول يمد إيده عليها. هيلم لما شاف كده اتعصب ونط من فتحة السقف الزجاجية عشان ينقذها. حاول يوقف مديره، بس المدير ضربه وقال لكيت إنه بيتجسس عليها كل يوم من برج الساعة ومن سطح بيتها. كيت طلبت من المدير يمشي، وبعدها سألت هيلم: هو أنت كنت بتتجسس عليا؟ ومن إمتى الكلام ده؟ هيلم قال لها: من أول يوم شفتك فيه، بس كان عندي سبب. كيت غضبت وما سمعتش منه حاجة، طلبت منه يمشي وكمان طردته من الشغل. تاني يوم كيت كانت مروحة من الشغل وشافت هيلم قاعد قدام الفندق. صعب عليها فخدته معاها البيت. لما سألته ليه كان بيتجسس عليها، حكالها إنه من سنتين أمه ماتت وهو لسه مش قادر ينسى الموضوع ده، وإنه بيحبها جدا. قال لها إن أبوه اتجوز تاني وهو بيكره مراته الجديدة، عشان كده ساب البيت وقعد في بيت شجرة في الغابة، وهناك بقى عنده عادة التجسس على الناس بالمنظار. ولما جه المدينة دي شافها، حكالها إنها شبه أمه بالظبط، وإن لما بيشوفها بيفتكر أمه، وده السبب اللي خلاه يتجسس عليها. كيت صعب عليها هيلم جدا. بعدها كيت لبست فستان أمه اللي كان هيلم جايبه معاه. لما هيلم شافها بالفستان بدأ يعيط وهو بيفتكر أمه، وكيت طمنته وهدته. تاني يوم هيلم راح الشغل وعرف إن أهله جم عشان يقابلوه. عرفوا مكانه من قسم الشرطة عشان هو كان رافع قضية على مرات أبوه، بس عشان مفيش أي دليل القضية ما اتقبلتش. أبوه قال له إنهم عليهم ديون كتير ولازم يبيعوا حتة أرض عشان يسدوا ديونهم، وطلب منه يمضي على الوصية اللي أمه كتبتها له قبل ما تموت. هيلم خاف إن تكون دي لعبة من مرات أبوه فرفض يمضي. مرات أبوه شتمته ومشيت هي وأبوه. بالليل هيلم افتكر كلام مرات أبوه لما قالت له إن موت أمه كان مجرد حادثة وإنه لازم ينسى. الكلام ده خلاه يتعصب جدا. تاني يوم ركب القطر وراح بيتهم. دخل بهدوء ومسك مرات أبوه وغطى بقها وربطها وودها عند البحيرة ورماها في المية. وهي بتغرق هيلم حس إنه بيعمل حاجة غلط، فطلعها من المية واعتذر لها. هي مشيت من غير ما تتكلم. بعدها أبوه جه عنده وقال له إن أمه كانت مكتئبة من زمان وإنها انتحرت. هيلم حس وقتها إنه كان غلطان، واعتذر لأبوه على طريقته وركب القطر وراح لكيت. طلب يقابلها بس هي رفضت. قالت له إنها عمرها ما عرفت تعمل علاقة كويسة مع حد، وإنها مش عايزة تدخل في علاقة دلوقتي. قالت له إنه لسه صغير وإنه لو لسه عايز يكون معاها يرجع لها بعد كام سنة. هيلم مشي من عندها وكان بيبتسم وهو ماشي في الشارع بيفكر إنه في يوم من الأيام هيقابلها. وبكده الفيلم خلص.